السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. والفيديو ديال هذا النهار هذا يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم كيف كتشوفوا معايا غنتقاسم معكم هاد البودر هذه ديال الكروفات اللي كتجي زوينه ما شاء الله. وكذلك يعني كنحتفظوا بها في القريعه ديال الزاج. انا غادي نوريكم القريعه ديال الزاج عاديه كتحتفظوا بها كتبقى لكم مده طويله. غادي نعطيكم الطريقه اللي هي جد بسيطه وفي المتناول وتحضروها يعني برمشة عين. هنا غادي تشوفوا معايا هاد البودر هذه كيف كتشوفوا واضح في الصوره انها اللون ديالها كيبقى هو هذاك، يعني بحال اللون ديال الكروفيت، ما محروقه ما حتى شي حاجه. لان الطريقه باش غادي نخدمها ونوريها لكم يعني بسيطه وسهله، وكتخليها في اللون ديالها وحتى في الرائحه وحتى في المذاق كتجي هي هذيك. يعني تقدروا تستعملوا غير ملعقه صغيره هكا في الشرموله ولا في اي حاجه تبغيوها فيها النكهه ديال الحوت، راه غادي تضيفوا هاد كيف كتشوفوا معايا غادي نحتاجوا هنايا السميد اللي كيكون يعني اللي كنديروا به الحرشه، ها هو. وهنايا هاد الكروفات اللي كنا يعني شريناه وغسلناه مزيان. بالنسبه لنا غادي ندير حتى هادو، غير شنو هي خصكم تحيدوا الاحشاء اللي كتكون هنايا، الاحشاء اللي كتكون هنايا. وبطبيعه الحال كنحتاجوا هاد يعني القشور ديال الكروفات. عندي هنايا مقله غادي ندير لها السميده، نديرو شويه ديال السميده صافي. وكنهزو من بعد ما غسلناهم. بطبيعه الحال انا شنو درت لهم من بعد ما نقيت الكروفات، جبت هاد القشور ديالو وسلقتهم في الماء، ويعني وخديت هذاك الماء باش نرجع نطيب به الرز اللي غنستعملوه في بايلا ولا فاش ما بغيتو. المهم الا بغيتو تنسموا الرز ديالكم. ومن بعد صفيتو مزيان من داك، استقطرتو مزيان من داك الماء، وحتى في الطبيخ خبعتو. وبالنسبه للقشور كيف كتشوفوا بانهم راهم مغسولين مزيان وخليتهم استقطروا ليله كامله، ها نتوما صافي. وغادي ندوز نوضعهم هنايا بهذا الشكل هذا ونيبسوهم مزيان هكذا صافي. وكنبداو نخلطوهم في يعني في هذه السميده هذه، نخلطوه بحال هكذا حتى كتيبس معنا هاد القشره هذه وما كتبقاش منديه. انا غادي نجيب واحد ملعقه ديال الخشب باش نبدا نحرك صافي. باش كتعرفوها راه كتيبس، كتزيد تقرقش، مازال كتقرقش كيف شفتوا معايا دابا. شوفوا الشكل ديالها، ولكن راه غادي تزيد تقرقش على هذا الشيء، غتبقى يعني تحل معكم غير بوحدها. ها نتوما شوفوا البنات، ها هي يعني اللون ديالها راه ما تغيرش بزاف. ها نتوما غادي نهز معكم وحده، سمعوا شفتوها ها يعني يبسات. هانتوما سمعتوا الصوت؟ هانتا صافي. غادي نجيبوا واحد مصفات بحال هكذا باش تهبط لينا غير السميده ويبقاو لنا القشور صافي. وغادي نطحنوهم، كنتحصلوا على بودره ديال القشور او القشره ديال الكروفات، ونبداو نستعملوها يعني في الشرموله ديال الحوت ولا اي حاجه بغيتو تنسموها بالنكهه ديال الكروفات، غتستعملوا فيها هاد لابودر هذا. احتفظوا فيها يعني غادي ديروها في واحد القريعه ديال الزاج وديروها مع العطريه ديالكم، كتجي زوينه. كديروها في البسيطلات، ديروها في يعني في شي حويجه ديال المملحات، كتجي رائعه صافي. غادي ندوز نصفيها. يعني الطريقه راه واضحه، انا ما كنبغيش نطول عليكم بزاف في الفيديوهات، كنقول لكم هكذا غير هما يعني الطريقه اللي غادي نديرها صافي. كنجيبو بحال هكذا كنخويوها هنايا باش تهبط لينا ديك السميده كيف قلت لكم، وهي اللي غادي نرجعوها باش غادي نعاودو نحمروا فيها يعني القشور اللي عندنا كاملين. هانتوما هذا الشكل هذا، طريقه بسيطه. هانتوما صافي غادي ندوزو نطحنوهم حتى نتحصلوا على شكل بودر ونرجع لكم ان شاء الله. البودر ديال الكروفات بالقشور ديال الكروفات كيف شفتوا ما شاء الله كيجي اللون ديالها فنيدي تماما، وكتجي غبره
يعني راه طحناها وغربناها مزيان مزيان. نتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها. من اليوم ما تبقاوش ترميو القشره ديال الكروفيت، بقاو تحتفظوا بها. يعني جمعوا كل مره، جمعوا كميه على كميه على كميه حتى ديروا واحد الكميه لا باس بها، وحضروا بحال هاد البودر هذه اللي كتجي ما شاء الله، كتجي زوينه وناجحه واقتصاديه كيف شفتوا. الا مشينا نشريوها من على برا غادي تشوفوا الثمن ديالها، ولكن هنايا حضرناها في المنزل ديالنا بطريقه جد بسيطه وناجحه كيف كتشوفوا. راها ما تخسرش معكم، كتبقى المده يعني حتى كتسالي فيها هذه الكميه هذه ديال هذا البودر هذه. نتمنى الفكره تكون وصلتكم والفيديو يعجبكم. ما تنساوناش بالبارطاج مع الاصدقاء ومع الحباب هكذا باش تعم الفائده والفيديو ديالنا يوصل لاعلى مشاهده. كنضرب لكم موعد في مقارب مع وصفات اخرى في المتناول واقتصاديه وتكون ناجحه كيف ما معوداكم. في امان الله، بسلامه البنات.